إن شاء الله. كريستيانو يدخل التاريخ بتصرف لأول مرة يشاهد في الملاعب بسبب ميسي، فقد عقله وطلب شيئاً لم يأتي به الزمن. رونالدو صدم العالم بأجمعه في حادثة لم تسبق أن شاهدتها ملاعب كرة القدم، الدون البرتغالي، وفي لحظة فقد فيها صوابه جعل كل من على أرض الملعب يصابون بالذهول ويطالبون لجنة المسابقات بمعاقبته، بل إن هناك من اعتقد أنه جن جنونه ويحتاج اللجوء لمصحة الأمراض العقلية، فما فعله هو حقا أمر جديد تماما ولم يسبقه له أي لاعب آخر في تاريخ المستديرة المستمر لأكثر من قرن من الزمن في عالم الاحتراف. وأزيدكم من الشعر بيتا: جزء من تصرف كريستيانو المجنون كان بسبب غريمه التقليدي ليونيل ميسي في ليلة لم يكن كريستيانو يتوقع عيشها أبدا ولو حتى في أسوأ كوابيسه. فما القصة وما حيثيات ما عاشه الدون في ليلته تلك؟ القصة كانت في مباراة النصر والاتفاق في الكأس، وهو اللقاء الذي لعب على أرضية ملعب النصر في الرياض، لكن وفي المباراة حصل ما لم يكن يخطر لا على بال ولا على خاطر. الجماهير في المدرجات ومن دون سابق إنذار بدأت تهتف باسم البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي. نعم، في قلب ملعب النصر الذي يرتدي دون قميصه سمعت هتافات باسم ميسي ليلة واحدة فقط بعد فوزه بالكرة الذهبية الثامنة، وهو التتويج الذي لم يمر دون أن يسخر منه كريستيانو على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن قصتنا ليست هنا. كريستيانو وفي رد فعل أول على هتافات الجماهير أشار لهم بالصمت واضعا إصبعه على فمه، وذلك تصرف عاد تماما مقارنة بما نعرفه من الدون، لكن ما حصل بعد ذلك تسبب في صدمة كبيرة للجميع. بعد تلك الصافرات بدا وكأن كريستيانو قد دخل في موجة نرفزة كبيرة، ففقد أعصابه في أكثر من لقطة داخل أرض الملعب قبل أن تأتي اللقطة التي تسببت في سابقة تاريخية في ملاعب كرة القدم. ففي الدقيقة 50 تمكن زميل كريستيانو رونالدو تاليسكا من تسجيل هدف التقدم لصالح النصر بتسديدة سكنت الشباك، وهو الهدف الذي ألغاه الحكم بعد الرجوع إلى الفار بتداعي تواجد كريستيانو رونالدو في موقف تسلل أثناء تسديد زميله البرازيلي للكرة. وهنا جن جنون الدون. كريستيانو والغضب واضح تماما على وجهه توجه نحو المنصة الشرفية وطلب منهم طلبا غريبا جدا. هل تعرفون ما هو؟ طلب منهم تغيير الحكم نفسه. نعم، تغيير الحكم. توجه بإصبعه نحو الحكم ثم قام بحركة التغيير، وهو أمر جعل الجميع في حيرة. كيف يمكنه أن يطلب ذلك؟ حتى أن بعض المشجعين اعتقدوا أنه فقد عقله، وهناك من قال أن دون يعتقد أنه يملك الكرة السعودية باسمه.